السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله بديل التكسبون او التايلوز اللي احنا هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا ومبسطة بجد تحفة. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي، بجد روعة، ان شاء الله هينول اعجابكم. بصوا بجد حلوة قوي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي، بجد روعة روعة روعة. يا ريت تجربوه، الوصفة سهلة جدا، مش مكلفانا يعني، حاجات بسيطة جدا هتشوفوها في الفيديو. بصوا تقولوا جميل بجد تحفة تحفة. هتعملي بيه وصفات اللي انت حباها، هتعملي برسيل جل، هتعملي صابون ساي، اي نوع اي نوع منظفات انت عايزاه، اي نوع منظفات انت عايزة تعمليه هتعمليه بالتكسبون ده، بجد روعة. يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الوصفة بتاعتنا عشان نعمل بديل التكسبون أو التايلوز، أول حاجة هنعوز معانا صابونة، أي نوع صابون أنت حباه. أنا كان عندي كده نصين، نص صابونة صابونة الكلوريكس كنت عاملاها معاكم اللي هي مبشورة ناعم قوي دي، ودي صابونة الوش وكنت عاملاها معاكم اللي هي الصابونة المريحة. دولك نصين، طبعا انت أي نوع صابونة عندك اعملي بيه. تمام. بعد كده هجيب حوالي كوبايتين ميه، هحط الصابونه، لازم تكون الميه مغليه يا حبايبي عشان الصابون يدوب منك. هبتدي بقى ادوب الصابون اللي هنعمله ده، هتعملي بيه بقى وصفات، ممكن تعملي صابون سايل، تعملي برسيل جل. طبعا لو انت هتعملي صابون سايل يبقى تحطي صابونه بلدي بس، ما تحطيش اللي هي صابونه الكوريتس او صابونه بريحه. تمام. انا هدوبه بقى خالص وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا زودت له كمان شويه ميه سخنين، تمام، عشان تقل مني قوي. طبعا الصابون اللي احنا بنعمله بجد تحفه، اصلا بقى عامل زي التكسبون هو اصلا. بصوا عامل ازاي، انا زودت له شويه كده كمان صغيرين عشان تقل، ولسه بيتقل تاني اهو. احنا هنركن ده عشان نكمل بقيه الوصفه. بصوا يا حبايبي انا جبت كده حوالي برضو كوبايتين ميه، ميه عاديه من الحنفيه، معلقه ملح طعام، معلقه بيكربونات الصوديوم، دول 3 معالق سكر. تمام. لحظه واحده بقى هجيب المضرب يا حبايبي. يبقى انا حطيت 3 معالق سكر، معلقه بيكربونات الصوديوم، والبيكربونات الصوديوم عاملينها على القناه سهله جدا، ومعلقه ملح صغيره. طبعا السكر عشان الرغوه والملح عشان التعقيم، وطبعا بيكربونات الصوديوم التنظيف بتاعها بتنضف حلو قوي. هندوب كل الحاجات دي مع بعض، هدوبهم وارجع لكم. اهو يا حبايبي انا كده دوبتهم كويس. بعد كده دي كوبايه دقيق، انا عملتها بمعلقه الاكل 8 معالق، لو انت مش حابه تحطي تعملي بكوبايه يبقى 8 معالق. تمام. هبتدي احطهم. طبعا انت مش حابه تعملي بدقيق خالص، انا عندي الدقيق كان باظ مني فقلت بدل ما ارميه اعمل بيه. انت مش عايزه تعملي بدقيق وعندك نشا حطي 8 معالق برضه. هندوبه كويس. بعد كده يا حبايبي هجيب كده ربع كوبايه ميه، لحظه واحده اهي، دي ربع كوبايه ميه عاديه من الحنفيه. وبعد كده هجيب معلقه بوتاص او صودا او دي بوشار او كترونه، تمام، في بعض الدول هنحطها كده وندوبها. طبعا افتحي اي شباك عندك عشان الريحه بتبقى فظيعه الصراحه اهو، او تلبسي كمام ابعدي وشك خالص عن الريحه بتاعته. كده يا حبايبي بقى بعد ما دوبته تمام، بس قبل ما احطه على الدقيق لازم انا اقلب الاول كده. بعد كده هبتدي انزل عليه بقى بالصودا اهي، واقلب بسرعه. بصوا اصلا ابتدت تقلت مني على طول. بصوا يا حبايبي تقلت مني ازاي. انت ممكن ما تحطيش الكوبايه بتاعت الدقيق كلها. طبعا الدقيق بصوا بقى عامل ازاي، بجد جامد يعني. انت ممكن مش لازما، لو انت حباه كده ما تحطيش الصابونه اللي احنا عملناها في الاول خالص، جميل جدا جدا تعملي بيه اي وصفه.
يا اما تعملي برضو بالصابون الاولاني اللي احنا عاملينه. لحظه واحده بقى نجيب الوصفه الاولانيه. شوفوا بقى عامل ازاي، تقيل قوي. لحظه واحده. يا حبايبي ده الصابون اللي احنا عملناه في الاول خالص. طبعا انت حباه تعمليه زي ما انا عملته في الاول خالص بس من غير الصابون، مفيش اي مشكله، الوصفه هتبقى برضو زي الفل. تمام. انا هحط النص نص بس هنا. لحظه واحده هفضيه. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا فضيت، اخدت نصه بس اهو، مش عايزه كله. تمام. والنص التاني انا بصوا حاطاه في الطبق اهو. لحظه واحده افضي بقيت الطبق. يا حبايبي انا فضيت اللي كان هنا وبقيته اهو. مش هحطه كله لانه بصوا التقل بتاعه بقى عامل ازاي. يا حبايبي انا قلبته قوي، طبعا كان تقيل جدا جدا. اول ما حطيت الصودا على الدقيق زي ما انتم شفتوا بقى عامل ازاي. بقى احنا عاملين بديل التكسبون ده بجد بجد احسن منه. بس انا قسمت العجينه. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل معاكم بالتكسبون ده وصفه او اتنين. تمام. وده طبعا برضو ان شاء الله في الفيديو الجاي هتشوفوه. بصوا بقى عامل ازاي، بجد تحفه. هتعملي بيه احسن الوصفات، تعملي بقى برسيل جل، تعملي صابون سايل براحتك. بجد تحفه تحفه تحفه. يا حبايبي انا قلبته كويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش هتعرفي تقلبيه كويس، ممكن لو عندك شفشق قديم ما بتعمليش بيه اكل اضربيه ضربتين كده هيبقى زي ما انتم شايفين كده. انا ضربته كويس بالمضرب ده لغايه ما بصوا، لغايه ما بقاش فيه اي حاجه مكلكعه اهو. بديل التكسبون ده بجد رائع. طبعا احنا ما بنلاقيش التكسبون بسهوله، ده هيسهل معاكي ما تعملي اي وصفه. هوريك التقل بتاعه. بصوا بصوا بجد روعه. هيتقل معاكي في الصابون او البرسيل. بصوا بجد حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. التقل بتاعه عامل ازاي اهو. ايه رايكم بقى؟ بجد جميل قوي قوي. بصوا التقل بتاعه انا وريته لكم عامل ازاي. بجد جامد جامد جامد. يا جماله بقى بجد يا جماله. يا ريت يا حبايبي لو بتعجبكم الوصفات بتاعتي فضلا وليس امرا تعملوا لي اشتراك. ويا حبايبي ما تنسوش اللايك عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو عشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بقدمها على القناه. بصوا يا حبايبي عامل ازاي. بجد روعه روعه روعه. بجد ما فيش اجمل ولا احسن من كده. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه اكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.